لا تفلت. من عمر الطفولة لن تفلت أبدا. مهما ظننت أنك فلسفت الأمر لا تفلت. تذهب إلى الوراء. جاءت أمي وخلايا مينو وبانو أثناسوغلو بعد كارثة آسيا الصغرى من مدينة إزمير من أجل أن يجدوا أياما أفضل. كان كل ما لديهم بعض مجوهرات جدتي التي استطاعت إنقاذها. كانوا لاجئين. هكذا بدأوا كباعة متجولين. كانوا يأخذون نماذج من تاجر جملة أرمني كان يثق بهم ويطرقون أبواب الأسر اليونانية الميسورة هنا في الإسكندرية، وشيئا فشيئا استطاعوا أن يفتحوا أول صالون فير. انت مش محمد؟ اهلا، زيك زي حضرتك. وحشني مستر جورج. شكرا. جينا في بلدنا. ماما ماتت وابويا برضه مات. بارك فيك. شكرا. كويس، المحل حلو برضه. ها دايما زي ما هو نفس تايفيا، نفس البنك، نفس الكل، نفس الشيء. ممكن ندخل نشوف المكتب والدي؟ موجود. شكرا. في الواقع حتى عام 56 كنا من أول المتاجر في مصر. كنا أكبر متجر أقمشة في الشرق الأوسط. أستطيع أن أقول لكم إن أسرة آل سعود كانت تأتي إلى القاهرة. كان المحل يقفل أبوابه خصيصا لهم. كانت الأميرات يأتين ويشترين من المحل بشكل حصري، وهذا كان يحدث كل عام. ده والدي، وده ولد مينوس، ده ولد ستافيس، وده بانوس اللي كان في القاهرة. يا أيام قديمة. محمد سيد فين؟ أنا أحمد أبو ستارة. أنت فين؟ ونفس الريون اهو. نفس ورا. ايوه ريون هنا. والملك وايام الملك فاروق. سلامات والف شكر. شرفتوني. سعيدة. يا مستر جورج. بوسة. ايوه بوسة. ده الوحيد اللي فاكر مني. أنا متأثر جدا. لقد أثرت في نفسي المحبة التي لقيني بها الناس الذين استقبلوني. لقد سروا كثيرا إذ رأوا من جديد ابن الرجل الذي كانوا يعملون لديه. انظر يا ستاثيس. غير معقول. لا أكاد أصدق. هذا بيتنا، وكل هذا كان حديقة. انظر ماذا جرى هنا. لقد بنوا مباني من أمامه ومن خلفه. ستقول لي إنهم الآن 5 أو 6 ملايين. حينها كان عدد سكان الإسكندرية 1,000,000. هؤلاء الناس كان عليهم أن يجدوا مكانا يقيمون فيه، لكن انظر إلى هذا الأمر المؤسف. الزمان يتغير.
تم تأميم المحل عام 62. كان ذلك في شهر يناير لو تذكرت جيدا. كانت تجربة مؤلمة، حيث ظهر عسكري ومحاسب، وأول ما قالاه هو: أعطنا مفتاح الصندوق. وأين مكتبك؟ هذا هو مكتبك، لقد أصبح الآن مكتبي أنا. خالي يانيس بقي كمستشار، وكانوا يحتاجونه جدا ويقدرونه كثيرا، لأنه كان مختصا كبيرا بالأقمشة النسائية والأزياء. تعلمون أن الأزياء هي أمر يجب أن تتنفسه مع الهواء، لا يفهمه محاسب ولا جندي. الأزياء هي الأزياء. المصريون أناس بقلوب، احترموه وكانوا يتعاملون معه كأنه مدير، كأن شيئا لم يتغير. وهذه صفة أخرى رائعة من الروح المصرية. لم يكن هناك حقد أبدا. أولا لأننا لم نشعر إطلاقا بالخوف. إذا كنا اضطررنا للرحيل فذلك لأننا لم نعد قادرين على تأمين ضرورياتنا، فمع البيروقراطية المختلفة لم نعد قادرين على العمل، لم نعد قادرين على كسب رزقنا.